مولات الذهب الحاجة الدهيبية، شكون صفاها ليها وسط الفيلا ديالها؟ واش القضية تصفية حسابات ولا جريمة مدبرة؟ واش عندها أعداء في الميدان ولا شي واحد اللي دخل يسرقها؟ خليوكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لكل واحد دعمني وشجعني وخلالي لايك وتعليق محفز باش القناة ترجع كيف كانت. الله يسهل على كل واحد دار ليا لايك. قضية اليوم غتاخدنا لمدينة وجدة وبالضبط سنة 2008. هاد القضية هادي غتبدا من بلجيكا، واحد العائلة اللي كانت كتعيش مدة طويلة في بلجيكا، الزوج والزوجة والبنت والولد. البنت هي الكبيرة والولد هو الصغير. هاد السيد هذا رب الأسرة واحد النهار قرر بأنه غيرجع للمغرب، ما غاديش يبقى في بلجيكا. ربما هو عنده أسباب ديالو، المهم قرر أنه يرجع في حاله ويرجع وليداته المغرب، وبالضبط مسقط الرأس ديالو اللي كانت مدينة وجدة. السيد يعني صفى كاع الحسابات اللي عنده تما وجا في حاله لمدينة وجدة، دار واحد شوية ديال الفلوس تما، شرا واحد الفيلا اللي خارجة شوية على مدينة وجدة، وشرا واحد الحانوت كبير في واحد القصارية اللي معروفة في مدينة وجدة، قصارية اللي المحل فيها بالثمن، ودار فيها مشروع ديال الذهب وبدا كيبيع ويشري في الذهب. واخا هاد المشروع هذا ما كانش نهائيا الدومين ديالو، السيد فاش كان في بلجيكا كان خدام خدمة أخرى، ولكن فاش جا المغرب نصحوه الناس باش يتاجر في الذهب إلا كان عنده واحد الراس مال كبير. وفعلا السيد بدا كيتاجر في الذهب وبدات خدامة معاه حتى مراته، يعني المرأة والراجل بجوجهم ولاو خدامين في هاد الدومين هذا، وداروا كليان ولات عندهم واحد السمعة طيبة. البنت كانت عندهم هي الكبيرة وما كانتش باغا ترجع نهائيا للمغرب، كتعرفوا تزادات وكبرات تما، غتجيها شي حاجة انها تعاود ترجع للمغرب وتكمل اولا تبدا من ازيرو في المغرب. ولكن اللي غيخليها تستقر في المغرب هو انه غيتقدم للطلب ديالها واحد الولد اللي من واحد العائلة غنية ومعروفة بمدينة تازة. البنت غتوافق وغتمشي تزوج وتستقر مع رجلها. اما الولد اللي هو الصغير غادي يقول لوالديه بانه بغى يرجع يكمل في بلجيكا القرايه ديالو. هنا ما مانعوش نهائيا، عطاوه المصاريف والولد مشى كيكمل في بلجيكا، وبقى الحاج والحاجه بوحديتهم كيتاجروا في الذهب وكيعيشوا في الفيلا بوحديتهم. عندهم واحد المساعده اللي كانت كتجي مره بحال تقول نهار ونهار لا. هاد السيده كانت كيخليو ليها السوارت وهي كدير اي حاجه متعلقه بالميناج في الدار، وحتى الطياب كانت كطيبوا ليهم وكتمشي في حالها لدارها. غادي تدوز تقريبا مده ديال 3 سنوات، وهنايا الاقدار غتلعب دورها. الحاج غادي توفى وغتبقى الحاجة الدهيبية كيف كانوا كيعيطوا لها في القيصرية بوحديتها، بنتها مزوجة وولدها كيعيش في بلجيكا، هي غتبقى كتعيش في الفيلا بوحديتها وغتكمل المسار ديال رجلها، يعني غتبقى خدامة في الدومين ديال الذهب، حيت ولات عارفة منين تدخل ومنين تخرج، ولو عندها كليان صحاح، وفعلا هاد الدومين عطاها الكثير. غتبقى معاها المساعدة اللي كانت مرة كتجي عندها، يعني نهار نهار لا، بعد المرات 2 مرات. المهم هذيك هي المساعدة ما فرطاتش فيها نهائيا، وكان عندها اتصال دائم بوليداتها، يعني الحاجة كتعيط على وليداتها كيتصلوا بها حتى هما،
كتمشي عند بنتها لتازا، كتمشي حتى عند ولدها لبلجيكا. يعني بعض المرات تقدر تسد الحانوت سيمانه، تمشي عند ولدها لبلجيكا تشوفو وترجع بحالاتها. والولد كان مرتبط ارتباط، يعني عنده علاقه قويه بالام ديالو، كيعيط ليها تقريبا 3 المرات 4 في النهار. العلاقه بيناتهم كانت وطيده كيف كنقولوا. سنة 2008 وبالضبط يوم الاثنين، الولد غادي يتصل بالأم ديالو تقريبا مع ديك 10 ديال الليل، ولكن الأم ما كتجاوبش نهائيا. كيتصل وكيعاود يتصل وكيعاود يعيط وكيعاود يعيط، ولكن الحاجة الذهيبية ما كتجاوبش. هنايا قال اجي نعيط عليها للفيكس، الى ربما السيده تكون جات وحطات التليفون نساتو في شي قنت، اجي نعاود نعيط عليها في الفيكس. عيط لها في الفيكس ديال الفيلا، والو ما كتجاوبش. شويه قال ربما تكون باقه في الحانوت، واخا هاد الوقت راه معطل، الحاجه ما كتبقاش حتى لهاد الوقت في الحانوت ديال الذهب. عيط لها في الفيكس، والو في الحانوت ديال الذهب، السيده ما كتجاوبش. شويه وهو يعيط على الاخت ديالو. اختو في هذا الوقت هذا كانت مازال نفيسه، والده تقريبا باقا ما كملتش 40 يوم. قال لها ودي انا كنعيط على الوالده وهي ما كتجاوبنيش. قالت لي شوف انا راه يلاه كيدويت معاها دابا تقريبا مع ديك 8، راه لاباس عليها، راه غتكون غير مشات للدار عيانه نعسات. قال لها لا، مولفاش كتنعس حتى كتهضر معايا. قالت لي وارا انا غادي نجرب. المهم بقات البنت كتعيط على ما حتى هي في البورطابل في الفيكس، والو ما جاوبهاتهاش نهائيا. قالت لي انا غادي نعيط على المساعده، راه عندي النمره ديالها. عيطات ليها الو سلام سلام، انا بنت الحاجه ايه، عفاك راه انا كنعيط على الوالده وخويا تا هو كيعيط عليها، ولكن راه ما كتجاوبش، واش ما عرفتيهاش فين غتكون؟ قالت له ودي انا ما عرفتش، انا راه كيف كتعرفي كنجي مع 8 الصباح وكنمشي مع 7 العشيه. يعني مع 8 راه كنجي كنلقى الحاجه مازال ما خرجتش للخدمه ديالها، كنطيب لها فطور، ومع 7 كنخرج كنخلي لها الماكله طيبه. قالت لي زعما ما شفتهاش. المهم الولد والبنت تخلعوا على امهم، وصلت تقريبا ديك 12 الليل وهما عارفين بان امهم ما كتمشي لحتى شي بلاصه. واش السيده دارت شي اكسيدون ولا شنو طرا ليها؟ وحتى تما في هذيك البلاصه اللي كيسكنوا فيها اللي هي خارجه على وجده، ما عندهمش العائله باش غتمشي عندهم، وزيدون ولو تكون عندهم مشات عند شي عائله راه هازه معها التليفون خاصها تجاوب. هنا البنت بدا كيدخلها الشك. قالت لخوها شوف انا غنركب دابا انا وراجلي، واخا انا يلاه والده وباقي عندي البيبي صغير غنخليه عند جداه، وغادي نمشي نشوف الحاجه شنو طاري بها. فعلا ركبات هي وراجلها وجاو لمدينه وجده. غيوصلوا تقريبا مع ديك 2:30 بحال هكا ولا 3. غادي يوصلوا، غادي يعيطوا على المساعده وغادي يطرقوها باش انها تجي معاهم الفيلا. وهنايا غتكون واحد الصدمه كبيره، حيت غادي يلقاو الطوموبيل ديال الحاجه الذهيبيه واقفه عند الباب د الفيلا، والطوموبيل ما طاريه فيها والو. او اشنو طاري؟ علاش الحاجه طوموبيلتها كاينه وهي ما كتجاوبش؟ ياك ما طاريه ليها شي حاجه لداخل؟ عيطات على خوها وقالت لي راه لقيت الطوموبيل ديال الوالده، ولكن هي راه مازال ما كتجاوبش في التليفون نهائيا. السيده تخلعات على ما قالت لراجلها شوف غادي ندخلوا نهرسوا الباب وندخلوا. قال لها لا تسناي واحد شويه ربما. قالت لي ما يمكنش 3 دابا، الوالده اكيد غتكون طاريه لها شي حاجه لداخل. فعلا السيد قلب في الكوفر لقى واحد الحديده هرسوا بها البيبان ودخلوا. وهنايا غتكون صدمه للبنت والنسيب وحتى المساعده، لانهم ملي دخلوا غيلقاو الحاجه الذهيبيه يعني طايحه على الدروج، والفولار ديالها كله دمايات، والسيده بين من الشوفه الاولى انها ميته. البنت بغات تقرب لمها وتقلبها قال لها راجلها زكاي
امك راه كتبان من هنا انها ميته، ما تقربيش ليها، غادي نعيطوا على الدرك الملكي، لان هذيك النفوذ كانت تابعه للدرك الملكي. جاو الدرك الملكي حضروا بعين المكان. قبل ما يديروا الاجراءات ديالهم الاولى، جاء يعني الوقايه المدنيه اللي غيحملوا الجثه، وجاو عناصر التشخيص القضائي. بداو كيستجوبوا البنت ديالها، قالوا لها شنو كاين. قالت لي مودي الاخ ديالي ها طاري عيط على الوالده، وانا راه تخلعت عليها وجيت من مدينه تازه. قال لها كيفاش حتى دخلتوا للفيلا؟ قالت لي ودي راه هرسنا الباب باش دخلنا. قال لها ودي تما كتحيدوا البصمات ديال اي حاجه ملي هرستوا الباب. سولوا المساعده قالوا لها ودي معاش خليتي الحاجه؟ قالت لهم انا السبعه مشيت في حالي. قالوا لها واش عندك الدوبل ديال الساروت؟ قالت لهم قالوا لها ملي عندك الدوبل ديال الساروت علاش خليتيهم يهرسوا الباب؟ قالت لي ودي انا كذب عليكم، ما بغيتش حيت الحاجه كتوصيني ما نعطي الساروت لحد. قالوا لها ولكن هذه كانت واحد الحاله استثنائيه، كان عليك تعطيهم الساروت وتحلي الباب وتدخلوا بلا ما تهرسوا البيبان. الولد ديالها ساق الخبار وتمش الطياره وجا باش يعرف الحقيقه ديال الامر. يعني من النظرة الأولى كتبان بأن السيدة مضروبة لظهرها 4 ديال الضربات، ومضروبة على مستوى القلب، وراسها كله عامر دمايات. شكون اللي دار فيها هاد الفعلة؟ واش هذا اللي دخل ناوي يسرقها؟ الغريب في الأمر هو أنه ما كاينش شي حاجة كتدل على أنه كاينة سرقة، لأن الطابق الأول غادي يلقاو البورطابل محطوط، والصاك ديال الحاجة محطوط، والكونطاك محطوط، وحتى 2 كيسان ديال العصير. اذا الحاجه كان عندها شي ضيف استقبلاته وباقي ما شربوش العصير، واش يقدر يكون هو اللي صفاها لها؟ الوقايه المدنيه هزوا يعني الحاجه الله يرحمها مستودع الاموات، تقنيه مسرح الجريمه بداو في الخدمه ديالهم باش يعرفوا شكون مول الفعله. سولوا يعني الخادمه هي الاولى، عفوا المساعده، قالوا ليها علاش نكرتي ان عندك السوارت؟ اذا انت مشتبه فيك. بداو كيحقوا معها. قالوا لها قولي لنا فين كنتي مع السبعه؟ قالت لي ما ودي انا راه مع السبعه راه خرجت من الفيلا وراه مشيت عند ولادي في واحد الكلوب، و تما تسنيتهم تقريبا 1 ساعتين ولا 3 بما كملوا، وملي سالينا مشينا للدار. فعلا مشاو لذاك الكلوب، غادي يلقاو بان المساعده ما كذباتش، وبانها فعلا مشات عند ولادها وتسناتهم 1 ساعتين ولا 3 بما كملوا، ومن تما مشاو للدار. اذا شكون اللي دار هاد الفعله في الحاجه مولات الذهب؟ غيبدا الدرك الملكي في استجوابات ويبدا كيقلب على مول الفعله. غادي يسولوا ولادها، غيقولوا واش ما عندكمش شي عائله في وجده؟ قالوا ما ودي عندنا العائله في وجده، ولكن ما عندناش معاهم يعني شي ارتباط، والوالده ما كتمشيش عندهم بزاف، كتمشي عندهم غير الا كانت شي حاجه الله يحفظ ولا شي مناسبه، يعني ما عندناش بهم علاقه كثيره. استدعاو هذيك العائله، يعني اخر مره شفتوا الحاجه غادي يلقاو بان دوك الناس شحال ما شافوا الحاجه، وبعيدا على كل الشبهات غيتجهوا لمكان العمل ديال الذهيبيه، يعني القصاريه ديال الذهب، وغيبداو يسولوا الناس اللي كاينين حداها واللي خدامين حداها. غيقولوا ما ودي الحاجه خرجت تقريبا مع ديك 9:09 كالعاده، وراه مشات للمحل يعني لدارها الفيلا فين كتسكن. سولوا العساس قالوا ليه معاش كتمشي الحاجه؟ قال لهم 9:09 9:30 الى تعطلات. تما قال لهم كتمشي في حالاتها. ايوا واشنو كدي معاها؟ قال لي ما ودي الحاجه كدي ساكها اللي في يديها و وكدي الا كانت شي حاجه باغا تحيدها من المحل كديها معاها. رجعوا للكاميرات اللي كاينين في القصاريه، لان قصاريه الذهب ضروري ما غتكون فيها كاميرات. هنايا غينتبهوا لواحد الصاك هزاه الحاجه كبير، يعني كبير شويه على ساكامه. غيقولوا العساس هاد الصاك
اشنو كدير فيه الحاج؟ قال لهم ودي السيده دهيبيه اشنو غتكون كدير في الصاك؟ سولوا ولادهم، قال لهم هذا الصاك واش ديال الام ديالكم؟ قال لهم اييه هذا الصاك ديال الام ديالنا، كانت هي والاب كيديروا فيه الذهب باش كديه للدار. هذاك الصاك ما لقاوش في الفيلا ملي لقاو الحاجه يعني مضروبه في الفيلا، ما لقاوش. اذا اللي دخل صفاها الحاجه صفاها لها على قبل الذهب. المهم البصمات غتطلع بانه اللي كان في الفيلا هي واحد الفتاة كتبلغ من العمر 29 سنة، وبانها كتسكن في واحد المنطقة بعيدة شوية على وجدها، وبانها هي اللي بصماتها توجدات على الكاس ديال العصير، وهي اللي توجدات في داك الدروج ديال الفيلا اللي كيطلعوا للطاج الاول. غيتوصلوا الدرك الملكي لهاد البنت هادي. اول ما غيتوصلوا ليها غادي يسولوا المساعده واش كتعرفيها؟ غتقول لهم اييه هاد السيده كنعرفها ورجات جلسات عندنا تقريبا مده ديال 12 يوم، هادي مده ديال 4 شهور. فاش غادي يوريوها لولادها الولد غادي يقول لهم اييه هاد السيده انا كنعرفها، ولكن البنت غتقول لهم ما كنعرفهاش. الولد غيقولوا ليه كيفاش كتعرفها؟ قال لهم ودي هذه كانت عندي معها علاقه ملي كتجيت للمغرب في الصيف وطرا ليا معها مشكل وراه حملات، وانا قلتها للوالده ديالي والوالده ديالي قالت لي كون هاني انا غادي نحل لك هاد المشكل، وفعلا حلات معها المشكل. ملي بداو استجواب مع البنت قالت لهم ودي انا غادي نعاود لكم اشنو طرا من الاول حتى الاخر. قالت لهم انا تعرفت على الولد اللي هو في بلجيكا وطرات عندي معاه علاقه، وهو كان غير في الصيف هنايا، وانا لقيت راسي حامله، وملي عيطت ليه قلتها ليه قال لي انا ما يمكن ندير معاك والو. دابا اتصلات بيا الام ديالو وقالت لي جي عندي، ومشيت عندها جلست عندها 12 يوم وعطاتني فلوس كتيره باش انني نطيح البيبي، وفعلا طيحت البيبي وبحال ما كاين والو، وهي وعداتني بانها غتساعدني، ولكن السيده قلبات وجهها. وهذا النهار اللي طرات فيه القضيه انا كنت جايه باش انني نصفيها لها. دخلت عندها لقيتها يلا جات من الخدمه، بان لي داك الصاك بان لي عيني فيه. المهم انني ضربتها ضربات قاتله، ومن بعد خديت الصاك وضربت الباب وخرجت في حالاتي. قالت لهم انا في الاول ما كانتش عندي نيه السرقه، انا بغيت غير نصفيها لها هي، حيت خرجات لي على حياتي وخلاتني ننزل البيبي، وداكشي اللي وعدتني بيه ما كملاتوش معايا نهائيا. وهذا الشيء علاش انا صفيتها ليها. ولكن ملي بان لي الصاك كاين وفيه الذهب كتير هزيته وخرجت في حالاتي. وهذه هي القضيه ديال اليوم، وشكرا لكم.